أيها المسلمون خطبتنا ما أنتم حيكون سابسنتهاي ذكر إلهي سبحانه وتعالى إلهي إن لحصه فإيدوينك أيلا ذهي وحكم ذا سيدا أكتهم با ذكر إلهي لحصه سبحانه وتعالى الله أيو رالق ليا شيطانك أيو كعيرنا يا وحو كازولنا يا والولك إمركت أيو قلبي كزوليا وحونا قليا فرحب sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa oo xilli kasta aad ku dadaasho gaar ahaan xilliga aad ladan tahay aad ku dadaasho waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad dhibaatooto uu kugu gargaarayay ka mid tahay waxaa ka mid ah asraarta iyo faa'iidooyinka dikriga ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay aad xustid allah subxaanahu wa tacaala wuu ku xusayaa haddaad jamacad ku dhex xustid allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu xusayaa jamaco ka khayr badan midaad ku xustay oo bini aadamka oo malaa'igta dhexdeeda ayuu ilaahay kugu xusayaa subxaanahu wa tacaala mala'a sare ayuu ilaahay kugu dhex sheegayaa sida xadiidka nabiga ku sugnay sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala qur'aanku wuxuu ku leeyahay fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun وحلي الله سبحانه وتعالى فاذكروني إحصى أذكركم أنا إذن حصى وأن ملأ السرائي ملائكة لحظة أن إذن كحصى واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي وشكري ونعمت أن إذن قلي إيقام هاد علي أيولي الله سبحانه وتعالى ولا تكفروني هيقول قالوا بنا أما نعمت إلهي سبحانه وتعالى إذن كو قال دايستي هاكو كفريننا إمام مسلم حصو صاري حديث أبو هريرة يا أبو سعيد الخدري أي سلوريين وحليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل قال محسان ما لتي فالإستان الله محسان إلا حفتهم الملائكة وها هريرينيسو oo dhinacyadan ka fadhiisanayso malaa'igta ayaa fadhiisanayso leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam malaa'igta ayaa hareereynayso waqashiyatuhum arrahma naxariista ilaahayna way daboolaysaa wanazalat calayhim as-sakiina xasilooni iyo deganaasho ayaa ku soo degayso wadakarahum allahu fi man cindah allahna subxaanahu wa tacaala kuwa agtiisa ahaaday malaa'igta ayuu ku dhex xusayaa oo uu ku sheegayaa oo uu ku faaninayaa oo uu leeyahay addoommadayda baariyaasha oo bini aadamka ka mida sida ay u xusayaan arka ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shaqo aad u yar ajrigeedana aad iyo aad buu u weyn yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa isagoo saxaabada dhex fadhiya wuxuu ku yidhi axadkiinmu wuxuu ka caajizayaa oo uu ka noogayaa inuu shaqaysto maalin kasta kun xasano markaasaa nin la fadhiyey dadka fadhiya ka mid aha nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allow kun xasanaad see u shaqaysanayaa qofka markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة بقول جر أي تسبيح سنة يا وحنا لو قريا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم كن حسنات بلو قريا أو يحط عنه 1000 خطيئة أما وحالة ترتريا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم كن قف يكون دنبي بلغة ترتريا بقول جرب سبحان الله يري هذا سيد إلهي ونوبر لقاضي سبحانه وتعالى حسنات كسوقف والله إباده ب10 أمثالها طبعا جربوا الله سبحانه وتعالى يوضونك الله بلابيا قارنا انت اسكبضا بقول بلابيا قار تضبط بقولوا جربوا الله بلابيا قار وحان لسوكو بكرم إلهي الله بلابيا لكن انت وير وحسناتك إلهي الله بلابيا يقفك هل حسن لا إباده
إلهي وحوك أول مرنا يا طبعا لاب إنه أغدقه إلهي الله بلاب سبحانه وتعالى مرك النبي صلى الله عليه وسلم حوليه هاي كن جير بس تصبيح سنة يسا سبحان الله كن جير آخرنا يسا كن بقول جير أيات آخرنا يسا تصبيح ذا إلهي سبحانه وتعالى حقوق قرية كن حسن أي حقوق قرية أما كن دنبي أما كن قف أي لغات ترترى يا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إلهي سبحانه وتعالى أعماش ميزانك علوس مكمدي هاي مرك قيامها لقارو أعماش ولا ميزان يا لما كفدود بالا صار يا كفدنا حسنات كالا صار يا كفدنا سيئات كالا صار يا نبي صلى الله عليه وسلم وحولي هاي وحاجة لما كلمدود وآدي عربك وفضل ميزان كمرك لا صارنا آدي وعلص الله الرحمن كان وجعل هي باجرتوير النبي صلى الله عليه وسلم لما ذاك الموضوع حوي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده مركا قفك وحان ملاينا يا دقيقة دير قدهود بقلال جير وديه كرا با عربك يوقف ضد هاي واحد قفك عسلين يا ماهن دقيقة دير 5 دقيقة 8 دقيقة لقى يا بقلال جير وديه كرا مع ذلك ميزان كانوا يكون علوسيين أجري قال لها الآدي بقوين ياهي وحكم ذا ذكر إلهي سبحانه وتعالى فإذا وحكم ذا ذنوب تأيال غضافا نبي صلى الله عليه وسلم حديث وري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بخاري مسلم لا يسوى سارين وحو كل ياهي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وحلي النبي عليه الصلاة والسلام قفك يرهضو سبحان الله وبحمده بقول جر مالك قفك إنه حطت خطاياه دم بيدي سأ ولا ترترايا وإن كانت مثل زبد البحر بد حورتي ضبها هاتو هلاكاتو ومثلا بد dunida waxa bad yaalo dhan xoorta ay leeyihiin markii la fiiriyo la xisaabiyo waa wax aad u weyn badan oo aad u tiro badan si kastaba ha u badnaatee dunuubta dhan ayaa lagu dhaafayaa buu leeyahay kabaa'irta laakiin culimada waad aragteen oo kabaa'irta waxay u baahan yihiin tawbad nasuuxay u baahan yihiin waa saqaa'irta dunuubtaas iyadoo la sheegayo laakiin dunuubta kabaa'irta ayagu waxay u baahan yihiin tawbad nasuuxay u baahan yihiin oo shuruudeeda oofsatay u baahan tahay ذكر إلهي سبحانه وتعالى ولود داله وحي كم تهاي أسباب الدعاء الواجبة كم تهاي إلهي حسكي سو الله بديو تصبيح دو الله بديو ذكر إلهي الله بديو وحي كم تهاي أسباب دعاء ضدك الواجبة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وصاري ووري النبي كوري صلى الله عليه وسلم إمام بخاري وصاري نبي وحكولي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل قفكي هبينك سوبر أرجو سوهر دهردة وقت كسو توسو فقال يرهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته لح ذكر شيء نبي صلى الله عليه وسلم وحير قفك هبينك سوهر دسوبر أرجو ومركي وصوبر أرجو هردة كسو كعرنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كو الحمد لله والله سبحان الله وسدح ولا إله إلا الله وأفر والله أكبر وشن ولا حول ولا قوة إلا بالله لحداس قفك له مركو هردة كسوكعو هدي قفكاس وإلهي دم داف ويديستو اللهم اغفر لي إله دم داف ويرهض أو دعا أما إلهي أبريو إلهي وحويديستو استجيب له بولي النبي صلى الله عليه وسلم ولقى أجيب يا فإن توضأ هدو ويسيستو وصلى وتكذو تو ويسيست هدو تكذو قبلت صلاته صلاة دي سؤال أقبل يا بولي النبي صلى الله عليه وسلم مركو ليال
ذكر إلهي سبحانه وتعالى فضائشي سلمسه كوبي كرو وحو كمد وحيابها عذابك إلهي لو غبت بعد وحيابها هو وين مكمد يهي نبي صلى الله عليه وسلم حديث أيا وحو كل يهي ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل وحو لي بني آدم كعمل وصمايه وعذاب إلهي وكغبت باذو وأقول رجب بدن يهي مجره وذكر إلهي وكغا معناه بدبادة بدن يهي عمل كستو بني آدم كو سمايو ولغو بدبادايو كان ugu faraha badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabkiisa looga badbaado waxa weeye waa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka dhikriga Ilaahay adduunkana waa lagu badbaadayaa aakharana waa lagu badbaadayaa waxa loo baahan yahay marka inaan ku dadaalo dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga sallallahu alayhi wa sallam asoo farqiga qofka Ilaahay xusay kan xusin sheegayo wuxuu leeyahay مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وحوليه كان ربي حسايا مر والبو حسك إلهي كددالو إيمتك أن الله سبحانه وتعالى حسين قف دنتي قف نول بيلمدهن كان إلهي حسايا وقف نول مت كان إلهي حسين إلهي مقعيس أن سوق هذا إنه ذكر إلهي سبحانه وتعالى أن شيئين قف دنتي ملمدهن بولي النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وكلا نقريها نواساس وكلا وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت قرق إلهي سبحانه وتعالى دحديث الله حصو قرق إلهي سبحانه وتعالى ذكره سآن دحديث اللي شيئين قرق ننتي قرق نول قرق بربري أو الخرابي أو الدمي أو باباي قرق قرحان أو لسان أو هبيسان أو قروح بدن أي لم يدهين ويكل دوينهن قري دنتي قري نول ويكل دوينهن marka dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku dadaalno dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqti kaste iyo meel kasto aan joogno Ilaahay dhikrigiisa xuskiisa aan ku dadaalno insha Allah ta'ala Ilaahay hana waafajiyo hada wa sallu wa sallimu ala man amarakum Allah subhanahu wa ta'ala bis salati was salam alayhi bi qawlihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا برحمتك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين